سلام حبايبي، فيديو جديد ويوم جديد مع سافر مع سامح. النهاردة فيديو جديد والحلقة 15، والنهاردة هتكلم فيها عن الصنعة ولا الشهادة في أمريكا. أنا هبدأ معاكم بحاجات حلوة قوي تخليك تبقى صاحب شغلك من أول يوم، وطريقة تكسب فيها فلوس كويسة قوي، وتبقى كمان حر نفسك ومحدش ليه سيطرة عليك. وكمان الفيديو دوت معمول للناس اللي الانجليزي بتاعهم مش قد كده، ازاي يبدأوا حياتهم في امريكا، يبقوا صحاب بيزنس، وازاي يبدأوا حياتهم انهم يكسبوا كويس. قبل ما اتكلم على الصناعات دي، ما تنساش لو انت مشترك معايا في القناة دوس لايك وشير، ولو انت مش مشترك بليز دوس سبسكرايب. النجاح حلو بيكو. انا بشكر التعليقات اللي بتجيلي مشجعة دايما من اعضاء القناة، وبوعدكم دايما اكون عند حسن ظنكم. انا بتكلم من القلب، فكلامي بيوصل لقلوبكم، وانا مش مستفيد ماديا من القناه خالص. انا كل غرضي ليه رساله في الحياه بعملها، اقدر افيد الناس بمعلومات انا عارفها. لكن هو النجاح حلو، ولو عدد المشاهدين زاد والصفحه بدات تجيب ربح، اوعدكم هيروح كله الاعمال الخيريه. اول حاجه هتكلم بيها النهارده، لو انت عاوز تبقى صاحب شغل في امريكا اول ما توصل، في كذا شغلانه النهارده هبدا بيها معاك من بكره الصبح تبقى صاحب شغل. اول حاجه هاندي مان. يعني ايه هاندي مان؟ الهاندي مان في امريكا دي شغلانه مطلوبه جدا. انا عايش في ولايه محتاج، اجرت بيت، اشتريت بيت، والناس مثلا انا في فلوريدا معظم الناس هنا كبار في السن، فمحتاجين حد. تخيلوا مره شفت واحده طالبه واحد يروح يعلق لها البراويز على الحيطه. يروح بس البيت ياخد الشغلانه، يعلق لها البراويز كام ما هي عايزه، وتحاسبه الساعه بتاعته بكام، تديله الساعه بقد كده. الهاندي مان دي شغلانه متسعه. بتبدا من تعليق براويز على الحيطان زي ما قلت لكم، انك تساعد حد في نقل عفش، او واحد عاوز يغير نظام العفش جوه البيت ومش قادر ينقله، او محتاج مساعده معاه بيأجرك. الهاندي مان بتبقى لو انا عندي تصليحات بسيطه في البيت، محتاجه عندي الحيطان عندنا يا جماعه بتاعت البيوت كلها دي كلها متجلده هنا خشب. ده خشب، دي في حيطه من الطوب وراها ومتجلده جواها خشب. الخشب ده ضعيف، فممكن الخشب ده يكون باظ، يكون اتكسر، حد سند عليه، حد خبط فيه بوظه، فيجي صاحب البيت عاوز واحد يعمل له الشغلانه البسيطه دي، فبيجيب هاندي مان. طب ايه ميزه الهاندي مان؟ الهاندي مان مش هيكلفني كتير زي ما هجيب شركه متخصصه، وهتكلف كتير جدا، فبتصل بهاندي مان. كمان واحد عاوز حاجات بسيطة في السباكة، يركب دش، يركب خلاط مية، حاجات بسيطة قوي مش محتاجة رخصة، ما بيعرفش يعملها، ظهره وجعه أو ظهرها وجعها، أو ست كبيرة مش قادرة تتحرك، فبتجيب هاندي مان تقول له تعالى لو سمحت، لو عرفت تعمل كذا 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 كذا، يقول له اه بعرف أعمله، بتدي له أجره بالساعة. ادي الهاندي مان. الهاندي مان كمان لو انا عاوز اعمل صيانه، انا في فلوريدا عندي في تكييف، والتكييف بيشتغل معظم السنه، فبيبقى في صيانه بسيطه ممكن تتعمل. ممكن يكون عندي ووتر سوفتنر، الووتر سوفتنر دوت انا بحط فيه ملح، فمحتاج اروح اشتريه واجي ادلق الملح جوه الووتر سوفتنر، وده بيتعمل مثلا كل شهرين ثلاثه. ما بقدرش اعمل كده لو انا كبير في السن او عايش لوحدي، فبتصل بهاندي مان ممكن تيجي تساعدني في حاجه زي كده. فالهاندي مان دي شغلانه حلوه قوي. تعالى بقى كمان في الارضيات، لو انت مركب خشب، حته خشب باظت طلعت، ممكن تجيب هاندي مان يعملها لك. لو النقاشه في حته في الحيطه باظت وعاوز حد يساعدك فيها، بتجيب هاندي مان يعملها لك. لو انت سيادتك عاوز تعلق نجف، لو عاوز تعلق مراوح، ممكن تتصل بهاندي مان يجي يساعدك في الحاجات ديت. فطبعا شغلانه معروفه هنا، وسيادتك ممكن تأسس بيها شركه وتعمل LLC. ويعني ايه LLC شركه؟ يعني بتعمل شركه، الشركه دي بتبقى مشهره، والشركه دي بتبقى عندك الانشورنس بتاعك، عشان لو الشغل حصل في حاجه باظت تلاقي انشورنس يغطيك. وكمان اي مشكله بتحصل في الشغل مش بيجوا على ممتلكاتك الخاصه، ولا حساباتك البنكيه، ولا بيوتك، ولا عربياتك، بيروح على ممتلكات الشركه. فالشركه هي اللي لو فيها رصيد
بياخدوا من رصيد الشركة يسددوا المشاكل دي، ده لو الانشورنس بتاعك مش هيقوم بكده. فدي طريقة الحماية للفرد اللي بيشتغل هاندي مان، يأسس شركة يروح يشتغل عند الناس، ولو أسس شركة وعنده انشورنس كده هو في التمام جدا، مفيش أي قلق عليه. ولو أسس شركة لو حصل أي مشكلة في الشغل مفيش حد هيجي يستولي على ممتلكاتك الخاصة، سواء عربيات أو بيوت أو أي أرصدة في البنك، لكن الشركة هي اللي تبقى ملزمة بدوت. شغلانة حلوة قوي. فنصيحة لو أنت صنايعي في بلدك، اللي انتوا بتقولوا في مصر او في الدول العربيه 7 صنايع والبخت ضايع، لا هنا ال7 صنايع دول مطلوبين كلهم. وهقول لكم بقى حاجه حلوه قوي هنا. لو انت جاي وعندك ضمير، لو انت جاي وعندك استعداد للشغل، لو انت جاي ومش طماع مش بتضحك على الناس، فهتلاقي في حاجه اسمها word of mouth. هنا ال الكلمه بتطلع من البق. انا بتكلم عنك كويس، جربتك، ببعتك لجاري، ببعتك لقرايبي، كل واحد بيبدا يرشحك. وصدقوني لو مشيت كويس بضمير هتلاقي جدول الشغل بتاعك مزحوم، والناس هيتصلوا بيك هتضطر تديهم ميعاد كمان اسبوع او اسبوعين ومش هتلاحق على الشغل. الهاندي مان مش محتاج اي رخصه، مش محتاج اي صنعه، مش محتاج اي رخصه يعني تروح تمتحن كلغه او اي حاجه زي كده. لكن محتاج تبقى انت صنايعي كويس. لو انت صنايعي كويس هتبقى طبعا اضافه حلوه قوي ليك. ولو انت كمان تخصصت في حاجه من دي، انت بتعمل ارضيات كويس قوي، او انت نقاش محترم قوي، او ان انت بتعرف تعمل اعمال يدويه والبلت، وتقدر تشيل عفش وتحط عفش وتشتغل في كونستراكشن او كده، بتبقى هنا الناس بيتمنوا حد كويس يلاقوه متخصص في حاجه زي كده. فالهاندي مان من دي 1 اول ما توصل امريكا ممكن تشتغلها. هيبقى ناقصك بس في الاول الورد اوف ماوث، ان الناس تتكلم عنك كويس قدام بعضها. ده هيجي مع الوقت، وهتعمل هتبيلد الكلاينتيل، يعني هتبدا تاسس زباين يبقوا في عندك وبيحتاجوك كل شويه وغيره، وكل واحد يكلم التاني عنك. دي اول شغلانه. الشغلانه التانيه اللي هتكلم عنها هنا شغلانه نقل عفش. ممكن سيادتك اول ما تيجي تشتري عربيه ملاكي، تشتريها تراك، وتبدا تقول ان انا عاوز اقدر اساعد الناس في نقل عفش. انا ويل بيلت، جسمي كويس وعضلاتي كويسه وما عنديش لغه، فممكن اشتغل دي تبقى ممكن سايد جوب، انك بتنقل عفش. معظم الناس بينقلوا عفش في الويك اند، فتشتغلها في الويك اند بتساعد الناس في نقل عفش. لو انت عندك تراك، بيبقى في حد عاوز ينقل غساله او ثلاجه مش ما عندوش هو تراك، او واحد عاوز ينقل صوفا او كنبه او انتريه او سفره او اي حاجه من مكان لمكان، بيتصل بيك بيطلب خدمتك. فدي برضو ممكن تشتغلها من دي 1، بالذات في ولايه زي ولايتي انا فلوريدا. معظم اللي فيها ناس كبار في السن بيحتاجوا مساعدات دايما من النوع دوت. وكمان هنا يا جماعه الناس بيتعزل كل شويه، هنا بيعزلوا بسرعه جدا. الناس بتجري ورا اكل عيشها. فممكن اسكن في المدينه دي لمده سنه، جات لي فرصه هروح مدينه تانية مرتب احلى، شغلانه تانية. فهنا التنقل في امريكا سهل، مش زي بلادنا العربيه انت بتسكن في شارع، في حي، في مدينه، مرتبط بناسك باهلك. هنا الكلام ده لا، مش موجود قوي كده. فنقل العفش دي شغلانه حلوه قوي برضو لو انت عضلاتك وما عندكش لغه. شغلانه تانية حلوه قوي لو انت تستحمل تشتغلها، عندك عضلات وما عندكش لغه. قطع الحشيش او الحاجات اللي قدام البيت اللي هي الخضره. زي ما انتم شايفين في خلفيتي انا في زرع، الزرع ده لازم بيتقطع ويتهندل كل اسبوع. فطبعا انا مش بعمل كده، انا متفق مع شركه تيجي تعمل لي الشغل دوت. انا ساكن في كوميونتي، فالكوميونتي اللي انا ساكن فيه متفق مع شركه صيانه زرع وقطع النجيله او الحشيش، وبيجوا يقطعوا النجيله والحشيش قدام البيت، بيجوا يعملوا ترم للاشجار. وكمان ساعات بيحطوا ورد حسب السيزون، وحسب السيزون اللي احنا فيه ايه اللون الورد اللي يناسب ده بيحطوه. فطبعا انت سيادتك لو انت ويل بيلت وتستحمل الشغلانه ديت، شغلانه حلوه قوي، ممكن تشتغلها، ممكن مع نفسك، وممكن تخش في شركه في الاول، وممكن تاسس شركه. صاحب الشركه واللي شغالين عنده كلهم مش مهم يكون معاهم لغه خالص ولا محتاجه رخص. فطبعا شغلانه حلوه قوي، بتكسب كتير. احنا هنا بنتفق مع الشركات دي، بتيجي كل اسبوع، وطبعا انت مش ممكن تستغنى عنها. هنا يا جماعه لو النجيله قدام بيتك ما اتقطعتش في الوقت المناسب بتجيلك غرامه. لو ساكن في كوميونتي
وليك هوم اسوسيشن فيز، صيانه، رسوم صيانه شهريه بيحذروك، او لو هم بيقوموا بيها بيشرجوك كتير عليها. طيب لو انت ساكن مش في كوميونتي وقدام بيتك في نجيله عاليه او انت مهملها، بيجي لك نوتس من الكاونتي، يقول لك قدامك نجيله، لو ما شلتهاش في خلال اسبوع هنشيلها احنا وهنغرمك كذا. فشغلانه معروفه قوي في فلوريدا عندي، وفي معظم ولايات امريكا الشغلانه دي موجوده، فدي حاجه كويسه قوي. في كمان بقى في البلاد اللي فيها سنو، انا لسه سامع عنها ان اللي في عنده سنو في الولايات اللي فيها سنو، انا ما عنديش سنو خالص هنا، يا عيني الناس لازم تطلع بسرعه اول ما يبقى في سنو، ينضفوه من قدام باب البيت وينضفوه حوالين العربيات، عشان لو جيمت بقى ايس صعب يتشال ابدا غير لما ياخد وقت طويل، وده طبعا بياخد ممكن شهر شهرين عشان يسيح. فهنا الناس الكبار في السن، او بلاش كبار في السن، ناس مرفهه عندها دخل كويس مش عايز تعمل الخدمه دي، بتدور على ناس اونلاين مين بيعمل الخدمه دي، بيأجروا شباب يقدروا هم يجيبوا عدتهم كوريك، ويقعد هو ينظف التلج ويزيحه من قدام باب بيتهم، ويروح يزيح السنو من حوالين عربيتهم. فطبعا شغلانه وبتكسب برضو حلو قوي، وممكن تشتغلها بنفسك وانت صاحب شغل بدون ما تشتغل عند حد. لكن برضو الاشغال دي سايد جوب، دي وظيفه على جنب، انت ممكن في موسم السنو تعملها جنب وظائف تانية. امريكا يا جماعه انت ممكن يبقى عندك كذا وظيفه في نفس الوقت، فشوف الموسم المناسب اشتغل فيه الوظيفه دي، في الموسم بتاعها تجيب لك فلوس كويسه. اللي بعدها يا جماعه النظافه المنزليه. في هنا شركات نظافه، كلنا بنحتاج شركات نظافه تيجي تنظف بيوتنا من جوه. الناس اللي بتشتغل ما عندهاش وقت تنظف بيوتها، فبنعمل كونتراكت مع شركه نظافه تيجي لي مره كل اسبوع. وهنا احنا بندور على شركه كويسه او ناس كويسين في التنظيف، تخيلوا، وبنصدق نلاقي شركه كويسه في التنظيف او واحده بتيجي تنظف لنا كويس بنفضل معاها على طول. وبرضه زي ما قلت الورد اوف ماوث، انا لقيت واحده كويسه بتعامل معانا عقد او بتيجي لنا مره كل اسبوع، بكلم جارتي، بكلم صاحبتي، وصاحبتي تكلم صاحبتها، ده في واحده. مع الوقت الواحده دي لو كويسه صدقوني الجدول بتاعها بيتزحم وما بتلحقش على الشغل. بيأسسوا الشركات وتبدأ تقبل زباين أكتر، وبتدور على ستات زيها كويسين أو رجالة كويسين، بحيث برضو يبقوا بنفس السمعة وسط الناس. عيب شركة النظافة المنزلية إن هي بتبدأ واحدة ست كويسة عاملاها أو هي وجوزها عاملينها، لما يجوا يأجروا عمالة، العمالة مش بتبقى مخلصة في الشغل مع الزباين زي الناس الأصليين أو اللي هم أصحاب الشركة. فمن هنا ساعات الشركات دي بتتكون ولما تكبر تبدأ تقع. فلو انت ومراتك ما عندكمش لغة، ممكن تأسسوا شركة نظافة زي كده وتروحوا للناس في بيوتها بمواعيد. طبعا خدوا بالكم مش البيوت بس، البيوت، المحلات الكبيرة بيطلبوا التنظيف، انت بتبقى معاك مكن بتنظف بيه موكيت لو المحلات دي فيها موكيت او البيوت فيها موكيت، او معاك ادوات تنظيف. والكلام ده ممكن توصل له ازاي؟ ايه المطلوب يتعمل؟ ما انا ما اعرفش. اشتغل في شركة نظافة في الاول. طب لو مش عايز تشتغل يا سيدي خش يوتيوب، اليوتيوب عليه كل حاجه دلوقتي، هتعرف ايه المعدات وبتتباع فين وايه الادوات المستخدمه وتجيبها، سواء من هوم ديبو او من محل لوز، والدنيا سهله جدا جدا جدا. الشغلانه اللي بعدها في المباني لو انت ويل بيلت، صحتك كويسه وعندك قدره على الشغل في البلد دي، او لو انت في بلدك شغال اصلا في القطاع دوت وجالك هجره امريكا ومعكش لغه، لا يا سيدي تعالى اشتغل في الكونستراكشن. من الاي تو زي في الكونستراكشن انت مطلوب، هتلاقي شغل من داي 1. في ولايه زي فلوريدا عندي البيوت اصلا، انا ساكن في كاونتي قديمه، فما فيش مساحات ارض بتتباع للمباني خلاص، فالبيوت دي كلها قديمه، فبتشتريها سيادتك، واول حاجه بتشتريها تعمل رينوفيشن للبيت، بتغير مطبخ ده بروجكت بقد كده، بتغير ارضيات ده بروجكت بقد كده، بتشتغل في النقاشه ده بروجكت بقد كده. فطبعا الشبابيك بتغيرها ببروجكت قد كده. فالكونستراكشن ما بتخلصش ابدا. ولو انت ويل بيلت معكش لغه ومعاك صنعه، تعالى قدم نفسك للمجتمع. هنا يا جماعه لو انت كويس وانسان امين ومش بتخون الناس، يا سلام، شغلك مش هتلاحق عليه، صدقوني انا. طب البدايه تشتغل كعامل، لكن مع الوقت شوف اتخصص في صنعه معينه
او اعمل صنعه رخصه هاندي مان، مش رخصه زي ما قلت اسس شركه انك هاندي مان، او لو انت عاوز بقى تمشي في رخصه سباك، رخصه كهربائي، رخصه انك كونستراكتور. دي كلها بتروح الكوميونتي كوليدج تقول لهم انا عاوز تقدم شهاده الثانويه العامه بتاعتك، ما ينفعش يكون معاك باتشلر والحكومه تساعدك، فتقدم شهاده الثانويه العامه بتاعتك تعادلها وتيجي تقدمها في الكوميونتي كوليدج، كده انت معاك امريكان دبلومه. في الحاله دي ممكن تدرس في الكوميونتي كوليدج والحكومه تساعدك ماديا بحيث لغايه ما تاخد الشهاده بتاعتك او الرخصه بتاعتك، سواء كسباك ككهربائي كاي سي تكنيشن او فني تكييفات. فلو معكش لغه، مش عاوز تشتغل او تدرس لغه، او انت ضعيف قوي في اللغه، مش مهم تبقى بلمر برخصه او اي سي تكنيشن برخصه او كهربائي برخصه، اشتغل هاندي مان وساعد الناس برخصه الهاندي مان تعمل اعمال بسيطه، وانا هجيبك في بيتي في شغله بسيطه، مش هجيبك في شغله لازم رخصه ولازم لايسنس، عشان انت معكش لا لايسنس ولا معاك رخصه تبقى كهربائي، لكن هجيبك في الاعمال البسيطه وتبقى صاحب شغل. لو قويت الانجليزي بتاعك ومع الوقت طموحك زاد، ذاكر انجليزي، ادرس انجليزي، خش ادرس الرخص دي تبقى معاك الرخصه كمان. النقطه اللي بعد كده النقاشه، زي ما قلت النقاشه كهاندي مان تشتغلها او تشتغلها كعامل، او الناس يجيبوك تشتغل مع شركه وانت تساعدهم، انت عامل شغال عندهم وهم اللي معاهم الرخصه وانت شغال عندهم بالساعه، فتبقى برضو اجرها كويس وبتقبض كويس جدا جدا لغايه ما ممكن تاخد رخصه. وانت وانس هتوصل البلد شوف المجال بتاعك بتحبه ايه وكمل فيه. في شغلانه تانية حلوه قوي، في ناس بيبقى بتجيب مكنه بينضفوا بيها الرصيف بره قدام بيتك. هنا عشان احنا الجو بيتقلب كتير، فالرصيف قدام البيت مع الوقت لونه بيغمق يبقى شكله وحش، فبيجيبوا مكن يعملوا ووشر ببريشر، بيجيبوا مكنه كده بتعمل بريشر على الكونكريت اللي بره وتنضفه تماما. دي سيادتك مش محتاجه صنعه خالص وملهاش رخصه، سيادتك بتشتري المكنه اللي بتعمل بيها كده وتعمل الشركه وتعمل التامين بتاع الشركه، وكده مفيش غلطه هتيجي عليك. لو حصل غلطه حاجه في الشغل في الشغل برضو مش هتتاثر ولا تدفع من جيبك حاجه، انك مؤسس الشركه وليها تامين وبقيت صاحب شغل من تاني يوم. الشغلانه دي مطلوبه طبعا مطلوبه. عاوز اقول لكم كل البلازات يعني مول كبير، بس مش جوه المول المحلات اللي هي بره البلازا، بتبقى عباره عن مجموعه محلات جنب بعض بنسميها هنا بلازا. صحاب البلازات بيأجروا الشركات دي على طول علشان لازم ينضفوا الرصيف دايما يبقى شكله حلو، عشان ده محلات فيها اكل عيش، فيها مكاتب لدكاتره، فيها مطاعم، فدايما بيتصلوا بتوع تنظيف الرصيف بالمكن بتاع البريشر دوت او الضغط علشان ينضفوه. شغلانه مطلوبه كويس جدا لو انت عندك عضلات وجسمك حلو وعندك صحه، او ده المجال اللي انت شغال فيه في بلدك وما عندكش انجليزي وما عندكش استعداد، ممكن تشتغل حاجه زي كده. الشغلانه الاخيره اللي هقف عندها دلوقتي شغلانه انك تبقى تراك درايفر، انك تبقى سواق تراك. شغلانه حلوه جدا 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 وبتكسب حلو جدا 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 جدا. مش محتاج انجليزي، انت بتمتحن امتحان رخصه اولى ورخصه عاديه للناس العاديه، بعد كده بتاخد رخصه متخصصه ان انت يسمحوا لك تسوق بيها تراكات او اتوبيسات. الانجليزي بتاعها مش صعب، سيادتك لو الانجليزي بتاعك متوسط او اقل متوسط بتقدروا تعدوا الامتحان دوت. بتكسب كويس جدا جدا جدا. الشغلانه ما تناسبش كل الناس، لان انت بتاخد الترك بتاعتك تطلع بيها اسبوع اسبوعين ثلاثه، انت بتقف على جنب وتنام جوه العربيه، والعربيه مجهزه فيها سرير ومكيفه، فانت هتنام فيها وهتاكل فيها وفيها حمام، والعربيه انت بتطلع بيها رحلات بين الولايات. الشغلانه بتكسب كويس جدا. ما بتناسبش كل الناس، عشان زي ما قلت هي محتاجة ان انت يكون عندك الاستعداد تبقى بره بيتك بالاسبوع او الاسبوعين او الثلاثة، وبس بتكسب كويس جدا. فلو انت جاي سنجل ما وراكش ارتباطات، انت ما عندكش اسرة، فطبعا دي مهنة حلوة جدا. لو انت شاب خريج جامعة في مصر ولسه جاي جديد، فتخيل انت تيجي
لو محدش قالك على الشغلانه دي ورحت اشتغلت في بنزينه او في جروسري ستور وواقف فيه على رجلك والساعه بتاخد المينيمم ويج ومش عارف تتقدم ومش عارف الناس بيعملوا ايه. فانا سمعت شخصيا عن التراك درايفر دي بعد وجودي في امريكا ب5 سنين، ما كنتش عايز اسمع عنها ولا اعرف بيكسبوا كام. سمعت عنها، ما تناسبنيش انا، ما تناسبش حياتي، لكن مين قالك ما تناسبش شباب كتيره لو عرفوا عنها. وكمان في امثله حلوه قوي، شباب جم اول ما جم حظهم حلو، عرفوا عنها، قدموا على الرخصه، بالنسبه لهم سهله، الانجليزي بتاعها قوي، اخدوا الرخصه، اشتغلوها صغيرين في السن، بقى على سن ال 28 29 سنه قدر يجيب اول تراك، بعد كده جاب تراك تانية، بقى صاحب شركه، وطبعا دخل في المجال دوت وما بقاش بيسوق تراك انيمور، بقى هو قاعد في بيته وبقى عنده شركه بيعرف يديرها انه يشتغل فيها قبل ما يتجوز ويرتبط. يبقى شغلانه حلوه قوي 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 التراك درايفر، تكسب كويس قوي، مناسبه جدا للشباب. وانا شخصيا عرفت عنها، قابلت واحد كان يوناني ومراته يونانيه، قابلتهم في مطعم فتعرفنا على بعض، فبيشكر لي في مراته انها قدرت تربي الولاد لان هو كان مشغول جوه بره البيت على طول. بقول له مشغول في ايه؟ قال لي انا كنت تراك درايفر، ومن هنا حكى لي ازاي بيكسب كويس قوي، بس ازاي كان لازم يبقى بره البيت ومراته هي اللي تهتم بالولاد. انا في الفيديو دوت ركزت على الشغلانات اللي انت ممكن تشتغلها بدون انجليزي، وممكن تشتغلها وتبقى صاحب بيزنس رايت اواي، وان انت تبقى حر نفسك وبتكسب كمان كويس قوي. سهل قوي انك تعرف اللي بيقطع النجيله ايه الادوات اللي بيشتريها اونلاين وبتتباع في كل المحلات. خش قول لو عاوز اقطع نجيله قدام البيت ايه الادوات. انا في مره في بيت كنت ساكن في بيت زمان، خبط عليا ولد عاوز يقطع لي النجيله، ومره في بيتي تاني خبطت عليا واحده عايز تقطع نجيله، عندها اولاد وعايزه مصاريف اضافيه، تقول لي ممكن اقطع لك النجيله. فبيخبطوا حتى على البيوت. لو انت عاوز تعرف ايه إيه الادوات المطلوبه ليك كهاندي مان، كل ده على اليوتيوب، دور عليه يا جماعه، سهل قوي قوي قوي. الحياه سهله، ممكن تبقى صاحب شغل من تاني يوم بدون ما تشتغل في بنزينه او جروسري ستور، والناس ممكن تسد الطريق في وشك وتقول لك خد بالك انت كده، دي هتفضل كده طول عمرك ودي شغلاناتك، ومفيش تقدم ومفيش تحسن في حياتك. لغايه هنا خلص الفيديو. اتمنى لو عجبك الفيديو دوس لايك وشير وسبسكرايب وفعل الجرس واشترك في القناه، وسيبوا تعليقاتكم، قولوا لي ايه المواضيع اللي تحبوا تتكلموا فيها، قولوا لي اهم اسئلتكم اللي شاغله بالكم، وانا اوعدكم هجتهد. وكمان هوعدكم ان عمري ما هقول حاجه ما اعرفهاش. انا كل اللي اتكلمت عنه النهارده معلومات انا عارفها، لكن لو في مجالات انا ما اعرفهاش هقول لكم انا ما اعرفهاش. فاتمنى لكم تستمتعوا بحياتكم. سافر مع سلامه.